كيبدا الفيلم ديالنا بأساتذة الفنون القتالية وهما مجتمعين وكيهضروا، وكنعرفوا أنهم كيتكلفوا بحماية توازن العالم وحماية البشر من غير ما يحسوا بهم. ولكن المشكلة أنهم كاعيين بزاف، حيت لحد دابا ما بانش شي متدرب يستحق يورث المهارات الخارقة ديالهم. وكنشوفوا بنت واحد من هاد الأساتذة سميتها جين، خدامة في السوبر ماركت. كيدخل عندها واحد ومن أول ما كتشوفو كتحس بيه شفار وسرق صاك من واحد المرأة مسكينة. كدير راسها غادي تجيب شي حاجة وكتبعو في البلاصة. وفي نفس المدينة كنلقاو بطلنا شرطي مرور بسيط اسميتو سانج، كيوقف سيارة دارت مخالفة، ولكن السائق كيستهزئ منه حيت راكب معاه عضو في الكونغرس وكيقولوا ليه ما خاصوش يقيد ليهم مخالفة. ولكن سانج ما عقلش عليهم حيت خاصو يطبق القانون. في هاد اللحظة كيشوف نفس الشفار اللي تابعه جين وكيبدا يجري وراه حتى هو. ولكن الفرق كبير بين سانغ وجين اللي كتحرك بحرية وكتطير بين المباني وكتجري فوق الحيطان بشكل خارق. جين كتبع الشفار بسرعة خيالية وبحركة خطيرة كتقدر تطيحو من فوق الموتور وسط الشارع، وكتطلب منه يرجع الساك لمولاتو، ولكن هو كيخرج موس وكيهجم عليها. هي كتحدد ليه السرعة بسهولة وكتستعد باش تضربو بطاقة قوية تدمرو بها، ولكن حيت مازال ما متحكماش فيها مزيان الضربة كتخرج غلط وكيتصاب سانج اللي كان واصل عليها وكيطيح مغيب. وكتضطر جين تديه البيت باها والأساتذة باش يشوفوه. وهنا كيتفاجئوا أن الضربة اللي كان المفروض تقتل إنسان عادي بحال سانغ فتحات عنده مسارات طاقة التشي اللي كتطور قدرات الإنسان. منين كيفيق سانج كيبدا يغوت وخايف بزاف من الناس اللي دايرين بيه وكيبان عليه التخلع. كيبداو يحاولوا يهديوه ولكن ما كينفعش معاه، حتى كيدير ليه باها واحد الحركة توقفوا باش يتهدن شوية. من بعد كيفهموه أن العالم فيه مسارات سرية ديال طاقة التشي، وأنهم هما اللي مكلفين بفتح هاد الطاقة وترويضها واستعمالها للخير والعدالة. سانج كيسولهم: كيفاش أساسيدة 7 أسطوريين وعددكم غير 5؟ وكيجاوبوه أن السادس مات من 20 عام وهو كيدافع على الضعفاء واستعمل كامل طاقته باش يحمي الناس، ولكن مات بشكل غريب بسبب غاز مسيل للدموع. ولكن كيتهربوا من شرح مصير الأستاذ السابع. سانج مازال ما مقتنعش حتى كيشوف بعينيه واحد كيطير، واحد كيجري فوق الحيط، والاخر كيطلق طاقة من يده. هنا كيبدا الخوف الحقيقي ديالو ويقرر يمشي، ولكن وجود جين كيخليه يبقى شوية متردد. الأب ديال جين كيقول ليه: أنت عندك طاقة خامة وأقوى من أي شاب شافه من قبل، وكيحاول يشجعه. سانج كيتحمس شوية وكيقول: يعني نقدر ندير نفخة اليد ونطير ونمشي فوق الحيطان؟ وفعلا كيكتشف أنه يقدر يدير بعض الحركات، ولكن كيبقى خايف وكيبغي يهرب. في البلاكة ديال الطوبيس كيحاول يعاود التجربة مرة أخرى، ولكن كيفشل بشكل كبير وكيخوف الناس اللي حداه من حركاته الغريبة. في نفس الوقت كيبان أنهم هما اللي خلاوه يقدر يدير هاد الحركات بطاقتهم باش يشوفوا واش غادي ينضم ليهم ولا لا، ولكن هو كيقرر يرفض. النهار الثاني المدير ديالو في الشغل كيغوت عليه وكيهينو حيت ما قدرش يشد الشفار، وكيطلب من شرطي اخر ياخدو معاه لأي مهمة باش يبعدوه من الخدمة. كيخرج مع الشرطي في دورية وكيحاول يشرح ليه اللي وقع ليه، ولكن كيتوصلوا بنداء في الراديو وكيجروا للمكان. منين كيدخلوا سانغ كيطيح على وجهه بطريقته المعروفة، ولكن كيشوف عصابة محلية كتعذب ناس أبرياء. الزعيم ديال العصابة كيتعامل عادي مع الشرطي وكيوصيه ما يديرش مشاكل حيت الشرطة تأصلت. واحد شوية سانج كيوقف وكيقول: ما نقدروش نخليو هاد الوضع يمشي هكا. كيطلب يشوف الهوية ديال الزعيم، ولكن الزعيم كيبدا يضربو وكيهينو قدام الجميع بطريقة قاسية. سانج كيتصدم وما عارفش كيفاش يتصرف، وكيبقى كيتضرب قدام رجال العصابة اللي كيشفقوا عليه حتى هو. الزعيم كيكمل الإهانة وكيضربو بزاف وكيعفس عليه بصباطو. من بعد كيرميه ويكمل الإهانة حتى كيدمر كليا. الشرطي كيقول ليه نسى الموضوع، ولكن سانغ كيمشي يشرب ويدخل الحمام وكيهضر مع راسو في المراية وهو غاضب، وكيكتشف أنه ما كيعرفش يقاتل. من بعد كيرجع لدار الأساتذة وكيبدا التدريب الحقيقي. جين كتكون متساهلة معاه، ولكن الأب كيبدا يدرسو التحكم في طاقة التشي. كيدربوه على التحمل، التحكم في الجسم واستعمال الطاقة كسلاح.
سانج في البداية كيدير كوارث وكيغلط بزاف، ولكن مع الوقت كيتحسن تدريجيا. في هذا الوقت كيبان أن الأستاذ السابع هان تحرر من السجن تحت الأنفاق، وهو شخص خطير كيبحث على مفتاح طاقي كيخليه يوصل لمرتبة أوروهان ويولي عنده قوة لا محدودة. هان في الأصل كان مع الأساتذة، ولكن خانهم من قبل، ودابا رجع أقوى وبدا كيهدد العالم. كيدخل قتال كبير، وسانغ وجين والمعلمين كيحاولوا يوقفوه. القتال كيكون عنيف بزاف، سيوف، طاقة، ضربات قوية. الأستاذ كيموت في المعركة قدام عينيه سانج، وهادشي كيدفعو يصرخ ويغضب بزاف. في هاد اللحظة كيتفجر عنده مستوى جديد ديال القوة، وكيبدا يقاتل بشكل مختلف تماما، أسرع وأقوى من قبل. القتال كيولي مرعب بكل معنى الكلمة. هان كيبدا يهاجم بجنون، كل ضربة منه كانت قادرة تقتل إنسان عادي في بلاصتو، وسانج بصعوبة كيبدا يتفادى الهجمات ديالو، هو عرقان ودمه نازل من كل جهة. هنا كيزيد يتعصب أكثر، حيت لأول مرة كيلقى واحد قادر يوقف قدامه، وكيطلق صرخة قوية كتخلي طاقة ليتش كتسمع في المعبد كامل. أما سانغ فكان مركز بشكل ما عمرو دارو من قبل. كل التداريب، كل إهانة، كل الآلام اللي عاشوا بداو يبانوا في هذا القتال، وكيولي كيرد الضربات بسرعة خيالية، ضربة مقابل ضربة وطاقة مقابل طاقة، لدرجة أن الأرض تحتهم بدات كتشقق من قوة الصراع. هان كيبدا يضغط عليه أكثر وأكثر، وسان كيتراجع وهو بالكاد واقف، ولكن في واحد اللحظة كيشوف جين مجروحة في الجهة الثانية، وهنا بالضبط كيتبدل كل شيء. بصرخة واحدة فقط سانك كيطلق طاقة مرعبة كتوقف هان في بلاصتو، ومن هنا كيبدا الصراع الأخير الحقيقي بينهم، صراع ما بقى فيه لا رحمة لا تراجع. وفي وسط الغبرة والطاقة اللي عمرات البلاصة كيبان أخيرا شكون بقى واقف على رجليه، وشكون خاسر هاد المعركة للأبد. كيقدر يضرب هان، وكيولي القتال بيناتهم أسطوري. في الأخر كيوصل الضربة القاضية والنهائية، كطيح هان وتقتلو في البلا. من بعد كيجري يطمن على جين، وكل شي كيرجع تدريجيا للحياة العادية. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساوناش بجام وكومونتير ومتابعة ومشاركة الفيديو، وإلا كيعجبوكم بحال هاد الأفلام قولوها لينا في كومونتير. كان معكم ديحو فليكس، تهلاو.